فترة المراهقة مهمة جدًا، لأنها المرحلة اللي بينتقل فيها الشخص من الطفولة للنضوج. في الفترة دي بيحصل تطورات جسدية ونفسية واجتماعية كبيرة. المراهق بيبدأ يكوّن هويته الشخصية وبيحاول يبقى مستقل ويعتمد على نفسه، كمان بيبدأ يفكر في مستقبله ويحدد أهدافه. العلاقات الاجتماعية في الفترة دي بتكون مهمة جدًا، وبتأثر على سلوك المراهق وقراراته. المراهقة هي فترة حاسمة في حياة الإنسان، وبتحتاج دعم وتوجيه من الأهل والمجتمع عشان يقدر يعديها بشكل سليم. في فيديو النهارده هنستعرض نصائح تساعدك وأنت على أول الطريق. رقم 1، اكتشف شغفك. لما الشخص يلاقي حاجه بيحب يعملها بيشعر بالرضا والسعاده، ده مش بس بيساعده ينجح في مجاله لكن كمان بيأثر ايجابيا على حالته النفسيه وصحته العامه. مثلا لو بتحب اللغه جرب تتعلم لغه جديده زي الانجليزي او الالماني، خد دروس اونلاين او حاول تطور من نفسك عن طريق الاستماع والقراءه. او لو بتحب البرمجه تعلم لغات البرمجه زي بايثون او جافا، شارك في مسابقات برمجه اونلاين. رقم 2، تعلم من الفشل. لو فشلت في اختبار ماده معينه شوف اخطائك وراجع الدروس اللي مش فاهمها، وممكن تطلب مساعده من مدرسك او زميلك اللي شاطر في الماده دي. ومثلا لو خسرت في مسابقه رياضيه حل اداك وشوف ايه الحاجات اللي ممكن تطورها، وخليك مصر على التمرين وتحسين مستواك علشان تحقق نتائج افضل المره الجايه. رقم 3، كن صديقا. لو عندك عاده مش كويسه زي التسويف اعترف بده لنفسك وحاول تشتغل على تحسين. ممكن تستخدم تطبيقات تساعدك على تنظيم وقتك وتحقيق اهدافك. مثال تاني، لو كنت بتتظاهر انك مهتم بحاجه معينه عشان ترضي الناس اسال نفسك انت فعلا بتحبها ولا لا. خليك صريح مع نفسك وتابع اهتماماتك الحقيقيه. رقم 4، حدد اهدافك. لو هدفك تتفوق في المدرسه حدد اهداف صغيره زي مذاكره ساعتين كل يوم وانهاء واجباتك في وقتها وقراءه الكتب لتحسين معرفتك. لو نفسك تتعلم لغه جديده حدد خطه يوميه للدراسه. ممكن تبدا بحفظ 10 كلمات جديده كل يوم وتدرب على التحدث مع اصدقائك او مع مدرسك. رقم 5، تحكم في وقتك. اعمل جدول اسبوعي يوضح وقت الدراسه والتمرين والهوايات، خصص لكل نشاط وقت والتزم بيه. استخدم تطبيقات تنظيم الوقت زي جوجل كالندر عشان تحدد بيها مواعيدك ومهامك، ده هيساعدك تلتزم بخطتك وتنجز اكتر. رقم 6، اقرا باستمرار. اقرا روايات وادب عالمي علشان توسع افقك وتتعلم عن ثقافات مختلفه. ممكن تبدا باعمال الادباء زي نجيب محفوظ او تشارلز ديكنز. اقرا مقالات علميه ومقالات في مجالك. لو بتحب العلوم جرب تقرا مجلات زي ناشونال جيوغرافيك. رقم 7، دور على الايجابيه. لو واجهت مشكله في مشروع جماعي حاول تركز على ايجاد الحلول بدل ما تركز على المشكله. فكر ازاي ممكن تتعاون مع زملائك عشان تحسنوا العمل. لو حصلت لك تجربه سيئه اكتب في اليوميات بتاعتك الحاجات الايجابيه اللي حصلت لك في اليوم ده هيساعدك تركز على الحاجات الايجابيه في حياتك. رقم 8، خليك فضولي. لو شفت تجربه علميه مثيره على الانترنت جرب تنفذها بنفسك في البيت او المدرسه. اسال المدرس او الاهل عن تفاصيل التجربه وتعلم اكتر عنها. لو سمعت عن موضوع جديد في الاخبار اقرا عنه واستكشف كل حاجه تخصه. ممكن تتابع برامج وثائقيه او تقرا مقالات عشان تفهم. رقم 9، اتعلم انك تستمع. لما تتكلم مع اصدقائك حاول تسمع مشاكلهم وافكارهم بتركيز وفهم، ما تقطعهمش وحاول تتفاعل مع كلامهم بايجابيه. في المدرسه لما المدرس يشرح درس جديد حاول تسمع بانتباه وتسجل ملاحظاتك، ده هيساعدك تفهم الدرس اكتر وتستفيد من الشرح. رقم 10، اجتهد. لو عندك امتحان مهم خصص وقت كل يوم للمذاكره والمراجعه. استخدم طرق زي البطاقات التعليميه والمذاكره الجماعيه مع زملائك. لو بتستعد للمسابقه الرياضيه التزم بجدول التمرين اليومي واسمع نصائح المدرب. خلي عندك اراده وصبر عشان تحقق افضل نتائج.